يا شباب ما فرط لبنان الا وقت اللي صار كل لبناني بلبنان بده يتطاول على القانون لانه كان معتبر حاله اكبر من القانون. نحن كلبنانيين ربينا 40 سنة استقلال على التجليد والتفليس والتشفيط يلي كل واحد منا كان معتبر انه هو اكبر من النظام، انه هو بيقدر يخالف السير، انه هو بيقدر يتمرجل على البوليس، هو بيقدر يضرب الاستاذ، وبكره النايب تبعه او الوزير تبعه بيعمل له واسطه ليعلقوا له نشان عوض ما يعطوه عقوبه. ربينا بشكل مزرعه مع انعدام كلي للمسؤوليه، ما في حدا بيسترجي ياخد قرار، ما في حدا بيسترجي ياخد موقف، ما في حدا بيسترجي يقول كلمه. كل ما انطرحت صعوبه امامنا كنا نقول بكره منشوف والله بيدبر وماشي الحال وبسيطة، ونعمل مثل النعامة يلي بتحط راسها بالرمل ما بتعود بتشوف حدا وبتعتبر انه ما حدا شايفها. من سنة 43 لليوم ربينا بصورة اساسية على زعبرة، على غش، على ميوعة، على هرق، على دلع، على غنج. كنا دايما معتقدين انه الكوارث يلي ممكن تنزل شمال ويمين نحن كشعب لبناني اذكى من هالامور هيدي كلها، ويلي ممكن يحل بغيرنا ما ممكن يحل فينا. زعمائنا زعبروا، نوابنا غشوا، وزرائنا سرقوا، رؤسائنا من وجدوا معنا. لبنان كان مشلع من كل الميلات. قبل ما نجرب نحمل لغيرنا مسؤولية اللي صار، خلينا نتحمل مسؤوليته نحن، لأنه نوابنا كانوا عم بيزعبروا، لأنه وزرائنا كانوا عم بيزعبروا، لأنه رؤساء جمهوريتنا كانوا عم بيزعبروا، لأنه قواد الجيش عنا كانوا عم بيزعبروا، لأنه كل واحد منا كان عم بيزعبر. صار فينا يلي صار. إذا بدنا نتجنب بالمستقبل ترجع تنزل فينا محن جديدة مثل يلي نزلت فينا هلا، بدنا نحن نكون نضاف، بدنا نحن نكون صادقين، بدنا نحن نكون مخلصين، وبدنا نحن نتعلم انه بلبنان من هلا ورايح 1 و1 بيعملوا 2، 1 و1 ما بيعملوا 11 ولا بيعملوا 1 ونص ولا بيعملوا 2 وربع. ان كان السوري او الفلسطيني قدروا يعملوا ببلادنا يلي عملوه لانه نحن كنا مرتين، لانه نحن ما كنا مسؤولين، لانه نحن كنا ملتهيين بالسمسرة، بالتجارة، بالزعبرة، وبكل ما هو بعيد عن الاخلاق والقيم. بينما كان الغريب من سوري وفلسطيني عم بيجرب يتطاول على قيمنا، عم بيجرب يتطاول على حضارتنا، ونحن كنا بعاد عن كل المسؤولية، ومنشان هيك صار فينا يلي صار. نحن مع 10,452 كيلومتر مربع، وما رح نقبل بأي شبر أقل من 10,452 كيلومتر مربع. إذا حدا كان مفكر إنه بيقدر ياخد مساحة من لبنان تعويضا أو بدل عن منطقة هو خسرها او هو ضيعها او هو تنازل عنها او هو ما سأل عنها، لبنان بال10,452 كيلومتر مربع انجأ مقدينا. منا قادرين نتخلى عن اي شبر لأيا كان، لانه التخلي عن اي مساحة من لبنان رح يعرض الكيان كله سوا لخطر. إن حدود لبنان في الشرق هي حدود الحرية في لبنان، وإذا كنا متمسكين بمساحة لبنان الحالية أي 10,000
و452 كيلومتر مربع، فلأن حرية وأمن اللبناني بحاجة إلى هذه المساحة كمدى حيوي واقتصادي واجتماعي، وليس لأن 10,452 كيلومترا هي الحدود الدولية للبنان. إن الحدود الدولية هي حدود المصالح الدولية في الشرق الأوسط، فيما نحن نريد حدودنا ترجمة لمصالح وصالح شعبنا في الشرق والعالم. إذا الفاتيكان بده رئيس ماروني لا يعمل له تجربة تعايش بين الإسلام والمسيحية ونرجع ندفع ثمنها كإسلام وكمسيحية 100,000 قتيل، يعملوا بابا عندهم ويعملوا تجارب قد ما بدهم، نحن ما رح نقبل هيك رئيس. إذا أمريكا بدها رئيس جمهورية بلبنان لا يقدر يمرق لمصالحها وخططها واعتباراتها ومصالحها على حساب الدمور، بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة، وبإعطاء البقاع على سوريا لقاء الجولان، بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي شقف من أمريكا للسوري أو للفلسطيني، بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية بلبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببراك كرمال لإلها، بيقدروا يعينوه بسوريا، وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له، بس مش مجلس النيابة اللبناني، وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. بدكم تتحضروا للاحتمالات يلي كل العالم رح يتآمر علينا ليقدر يجيب واحد مرت رئيس جمهورية يمرق مصالح العالم قبل ما يمرق مصالح لبنان. بدنا نكون مهيئين لهالاحتمال، لأنه منا قادرين بقى نقبل رئيس جمهورية من عيار كتار يلي مرقوا على رئاسة الجمهورية من الاستقلال لليوم. اليوم بده يكون رئيس الجمهورية اللبنانية لبناني قبل ما يكون سوري، قبل ما يكون أمريكاني، قبل ما يكون فاتيكاني، أو قبل ما يكون أي شيء آخر. أنا ماني ضد إنه يكون في معارضة ومعارضة نزيهة، وأنا كحكومة رح كون نزيه مع المعارضة يلي ممكن إنه تنوجد. مستعد تساعد المعارضة لتكون معارضة بكل ما لكلمة معارضة من معنى ببلد ديمقراطي. خلي يكون في معارضة، خلي يكون في حكومة، بس على الأقل على انتمائنا لهالوطن، على وحدة لبنان، على الديمقراطية، على المسائل المبدئية. نتمنى تنعمل دولة قادرة ودولة قوية، دولة القانون فيها بيكون السلطان وبيكون صاحب الحق، دولة المساواة بين كل أبنائها بتكون هي العامل الأساسي، دولة يكون عندها قضاء يقدر يضبط التجاوزات على الأرض، دولة يكون عندها جيش يلي بده يتطاول على القانون أو يلي بده يتطاول على الغير بده ينوضع عند حده. هيدي رحلة ال1000 عم بتبلش بخطوة اليوم. لا مرة تانية نرجع نقول كل الأغراب المسلحين يلي منهم لبنانيين يظهروا بقى من لبنان، وكل المسلحين اللبنانيين يلي على الأرض ما بقى يكونوا إلا جيش لبناني وقوات الأمن والجماعة يلي الدولة هي مسؤولة عنهم، مش كل واحد يكون فاتح حسابه. نحن اليوم بدنا نقلب هالمقاييس، نحن اليوم بدنا نعمل جيش قوي، بدنا نعمل جيش ما يخاف من حدا، بدنا نعمل جيش بكل معنى الكلمة، بدنا نعمل جيش وقت يلي بينزل ما يعود في ابن مرة يقدر يوقف بوجهه. هيدا هو الجيش اللي بدنا اياه، هيدا هو الجيش اللي نحن اليوم عم نستعد له. وبعد اليوم لازم كلنا سوا كلبنانيين ناخد وعد حقيقي على نفسنا، ما عدا الجيش اللبناني الشرعي، ما عدا قوى الامن اللبنانية الشرعية، ما بقى لازم نقبل انه يكون في اي وجود مسلح غريب او لبناني غير شرعي. نعلن تمسكنا بالاقتصاد الحر كما تشبثنا بلبنان الحر.
فالاقتصاد الحر هو المنطلق الأول، ويقوم على قاعدتين: المبادرة الفردية والملكية الخاصة. فالاقتصاد الحر ينمي المبادرة الفردية وينمو منها، ويشكل نظام حرية القطع والتمويل مع نظام السرية المصرفية أفضل إطار لمبادرات اللبنانيين والملكية الخاصة، بما فيها ملكية وسائل الإنتاج، وهي حق طبيعي يجب المحافظة عليه ويمارسه صاحبه لمصلحته الفردية ولمصلحة الغير. لم يعد مقبولا ولا جائزا أن تتطور النشاطات بصورة عشوائية على أساس أن كل الأراضي في لبنان صالحة لكل شيء بما فيه التشويه والتعقيم. ولم يعد مقبولا ولا جائزا أن تقتصر المخططات التنظيمية للقرى والمدن على تقسيمها إلى مناطق وتحديد عوامل استثمار البناء، ليس إلا وكأن أرض لبنان سائبة دون هوية ودون وظيفة ودون ميزة. جاية بمهمة كتير محددة 10,452 كيلومتر، جاية بمهمة كتير محددة انه بعد اليوم ولادنا ما بقى يتقتلوا مثل ما تقتلوا بالماضي، بيوتنا ما بقى تتدمر مثل ما تدمرت بالماضي، سيادتنا ما بقى تنتهك مثل ما انتهكت بالماضي، ما بقى يكون عنا بلاد فلتانة، لأنه بلد وطن بكل معنى الكلمة بدنا ندفع حقه. المزرعة رح ندفع حقها، على الحالتين في سعر، أفضل يندفع سعر لوطن مما يندفع حق المزرعة. أنا جاي أطلب منكم اليوم إنه ما تعملوا أحمد سعيد معي، جاي أطلب منكم إنه وقت اللي فيه مآخذ تقولوها وتقولوها علنا باحترام وبمحبة أكيد معي ومع الغير، إنما الحقيقة يجب أن تقال، وأنتوا مع الراديو ومع باقي وسائل الإعلام مسؤوليتكم تقولوا الحقيقة، لأنه وقت اللي بتعيشوا الشعب، وقت اللي بتعيشوا الحاكم، وقت اللي بتعيشوا المسؤولين بأجواء إنه كل شيء تمام وكل شيء على ما يرام، ونزلت قوى الأمن على الغربية وانتشر الجيش وركبوا عليه رز وسكر وكولونيا وزهور وما بعرف شو، وبالواقع العملية غير هيك. عم بتغشوا الجيش، عم بتغشوا الدولة، عم بتغشوا حالكم، عم بتغشوا الرأي العام، عم بتغشوا كل الناس، ما عم بتقدموا خدمة للعالم. ما بقى ممكن كل ما تغيرت حكومة وإجت حكومة جديدة ال24 وزير كل واحد بده يجيب ضيعته، بده يجيب كل جماعته يحطهم بالحكم أو يحطوا بالإدارة. ما بقى قادرة الدولة تتحمل كل واحد فاشل بمحاماته أو بهندسته أو بحياته إنه يجي يلفي على الدولة لأنه هون مأمن. ما بقى لنا حق اليوم الدولة تحمل أعباء كل شيء فيه مواطنين منهم عارفين شو بد. منساعد نخلق ضمان اجتماعي مزبوط، نخلق كل الأجهزة الاجتماعية اللي ممكن تخفف أعباء عن المواطن، بس الدولة كإدارة منا قادرة بقى تحمل كل هالأعباء هيدي، منا قادرين نحمل كل هالرواسب. إدارة بدها تتخفف، إدارة بدها تتطهر. تتطهر مش بمعنى أنه كل واحد ما صوت معنا بالانتخابات نبعته على البيت، لا، أو كل واحد ما بيقول أمرك يا بيك وطول عمرك معناتها هيدا مثل ما صار بالماضي، لا. الحاكم بحاجة لمين يقول له الحقيقة، ويمكن من 43 لليوم إذا وصلنا لهون، لأنه بمجرد ما واحد وصل لفوق صاروا كل الناس أمرك يا بيك وبيبوسوا له إيده، وقد ما بيقدروا يفنصوا عليه بيفنصوا عليه لا يقدروا يكسبوا. قد ما بيقدروا يصوروه على التلفزيون ويطولوا له تصاريحه، قد ما بيقدروا يظهروا له صورته، قد ما بيقدروا يحطوا له عائلته وضيعته وعشيرته. هيدي أمور أرجوكم بقى نطلع منها. كلفتنا 100,000 قتيل كل هالمسائل هاي، كلفتنا أولادنا، كلفتنا بيوتنا، كلفتنا سيادتنا واستقلالنا، كلفتنا كل هالشرشحة يلي تشرشحناها ب8 سنين حرب مع كل هالكوكتيل جيوش أجنبية يلي على أرضنا. حكوا الحقيقة، حكوا الصدق مهما كانت، عطوا لكل واحد حقه،
رئيس جمهورية قال كلمة بتحرز، عطوه كلمة بتحرز. رئيس حكومة قال كلمة بتحرز، عطوه كلمة بتحرز. رئيس جمهورية بده يفقع خطاب للذة انه يقعد نص ساعة على التلفزيون، تشوه. رئيس حكومة بده يتعود انه كل يوم 4 لازم نعطيه كل القصة لانه ما إلها طعمة ما تنحط. هالحلم منحاول نترجمه كلنا سوا لواقع. هالحلم منتبناه كلنا سوا لأي فئة انتمينا، لأي حزب انتمينا له، لأي منطقة انتمينا له، لأي طائفة انتمينا. كل هيدا تنوي بالنسبة لإلي قدام كرامة الإنسان، قدام احترام الإنسان الشخص والفرد، قدام إنه الإنسان اللبناني أمنه وحريته والمساواة تكون وصلت له كاملة بدون أي تفرقة بين أي اعتبار واعتبار. هيدا أنا يلي بهمني. بقدر ما منبتعد عن الهرقة، عن الدلع، عن الكذب، عن السمسرة، عن الغش، عن كل هالأمور يلي شوهت حياتنا الوطنية 40 سنة، بهالقدر هيدا لبناني جديد بيكون عم بيطلع، وهاللبناني الجديد بيكون هو عنده مسؤولية يخلق نظام جديد وبلد جديد وجيش جديد وكيان جديد. وساعتها نحن منفرجيه للسوري والفلسطيني كيف بيتطاولوا على الغير وكيف بيحافظوا على أرضهم.